إنا لله وإنا إليه راجعون. أنتم السابقون ونحن اللاحقون. لما دايما يا جماعة الواحد بيسمع عن موت الفجاء أو الموت اللي بيجي على غفلة كده للواحد من غير ما يكون عامل حسابه، بيبصوا بيحس إن هو كله متلخبط، حاسس إن إيه ده، هي الدنيا قصيرة للدرجة دي؟ ده احنا حاسين إن احنا هنعيش العمر كله يعني. معقولة الورقة تتشد كده في لحظة؟ ويعني نبقى مرتبين لحاجات تانية هنعملها وما نلحقش نعملها في ثانية. هنا الواحد بيبقى حاسس ان الدنيا دي كلها ملهاش 30 لازمة ولا ليها اي فايدة. الصراعات اللي احنا فيها والمشاكل اللي احنا فيها والافتراء اللي احنا فيه، احنا كلنا لسان يعني ده اللي انا اكتشفته. عاملين ايه يا جماعة؟ الاول ايه الاخبار؟ وحشتونا من الفيديوهات اللي فاتت. واظن اهو الفيديو مش من على السرير، عشان في ناس زعلت امبارح ان انا عامله الفيديو من على السرير، مع اني والله فعلا تعبانه اقسم بالله. يعني انا مش بتدلع، بس ما علينا، ادينا عملته لكم من على الكنبه عشان تبقوا مبسوطين. ايه يا جماعه؟ في ايه اللي بيحصل ده؟ صحينا من النوم كلنا على خبر وفاه العريس بتاع اسوان، بتاع كوم امبو، بتاع اللي هو مات في الزفه. انتوا عارفين الواحد لما بيشوف حاجة زي دي بيتصدم ازاي؟ مش بيتصدم ان هو مش عارف ان هو هيموت، لا احنا كلنا عارفين ان احنا هنموت، بس يعني الموت الفجاء اصعب انواع الموت بالنسبة لي. لان لو حتى الواحد مريض قبلها، فزي ما بيقولوا المرض شفيع الموت، بيبقى عارف ان هو تعبان، بيبقى اللي حواليه متوقعين الكلام ده، بيبقى فيه أدلة، بيبقى فيه شواهد كده. لكن الموت الفجاء اللي على غفلة ده بيخلي الواحد يعيد تفكيره في كل حاجة هو بيعملها، حتى لو هو مقتنع انه ما بيعملش حاجة غلط. بيجي حاجة زي كده قصاد الواحد بتخليه لا يعيد كل حساباته ويلغي كل اللي فات ويلغي اي حاجة من دماغه. اقسم بالله حتى لو الانسان في قمة غضبه بيبقى خلاص بقى يعني حاسس ان الدنيا دي فعلا ملهاش لازمة. العريس ده شاب 28 سنة، أمه وأبوه تعبوا عليه وجهزوه وكبروه، وبقى شاب بسم الله ما شاء الله 28 سنة وهيتجوز، وحضر فرحه وحضر شقته وحضر حاجته وحضر كل حاجة. وإذ فجأة ما يلحقش يدخل حتى من باب القاعة. انتوا متخيلين؟ يا لهوي، يعني أنا عازم كل الناس وعامل الدعوات ومحضر كل حاجة ومفيش مشكلة في أي حاجة خالص ومش مريض والدنيا كويسة، وعامل ليلة حنة كبيرة قبلها، ليلة الخميس بالليل الحنة وصحابه وأهله وحواليه كلهم، وفجأة يوم الفرح يحصل اللي حصل ده. كلنا شفنا طبعا الفيديوهات المتداولة على السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة للعريس دون، ولما كانوا بيرقصوا وقع مرة واحدة ورا عروسته، والعروسة كانت مديه وشها لأهلها بترقص معاهم وبتتكلم معاهم ومش عارفة ايه، وفجأة قالوا لها الحقي الحقي، بتبص وراها لقيت عريسها ممدد في الأرض. انتوا متخيلين الصدمة؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الصدمة اللي فيها العروسة في وضع زي ده، انها تشوف عريسها ممدد وراها ميت. طبعا العروسة دخلت العناية المركزة وكانت لها صدمة عصبية ونفسية، حاجة مش سهلة يا جماعة، دي ليلة العمر. واكيد قعدوا طول الليل بقى يتكلموا في التليفون والفرح هيكون ازاي وانا خايفة والتصوير ويا ترى الليلة هتطلع حلوة ولا لا. وفجأة كل ده يتهد. ومش بس كده، العريس ده كل اللي حواليه شهدوا ليه ان هو قريب جدا من ربنا، بيحب حلقات الذكر جدا والقرآن. قالوا ان هو كان حاسس بوفاته وقال وصيته لاصحابه واهله، وراح كتب وصيته كمان عند المحامي للميراث والكلام ده كله، وحكى لاهله قال لهم انا مش هلحق ان انا اتجوز عروستي ديا ولا اروح بيتي، انا هروح السما طاهر. ازاي عارف كل الكلام ده؟ ازاي كان قلبه حاسس بالمنظر ده؟ صاحبه بيكلمه بيقول له انا جاي لك من القاهرة على اسوان عشان احضر الفرح. قال له احتمال
يا تلحقني يا ما تلحقنيش، اللقى نصيب. قبليها قبل الفرح راح لمقام عندهم في البلد هناك عشان خاطر يتبارك بيه، وبقى بيعيط، والناس بيقولوا له انت بتعيط ليه؟ اهله واصحابه. قال لهم انا عايز اتدفن هنا بالقرب من هنا، وانا حاسس ان انا خلاص هموت. الناس كلها كانت مستغربة كلامه، ومستغربة هو ليه حاسس بالاحساس ده مع انه عريس والمفروض يكون مبسوط، ودي ليلة العمر اللي هو مستنيها طول عمره. ايه الاحساس الغريب دون ان هو هيموت؟ كان كله مستغرب. اخته بتقول له انا عامله لك حمام ومحشي ومش عارف ايه، قال لها احتمال ملحقش شكله، انا هموت. فالشواهد كلها ان هو يعني تنبأ بموته قبليها باسبوع. كان عمال يوصي اصحابه وقرايبه واللي حواليه كلهم عايز يدفن فين، الميراث بتاعه هيتعمل فيه ايه. وصى بكل حاجه ليه قبل وفاته بكام يوم. وبنت اخته قالت ان هي كانت بتحلم بيه بقالها شهر كامل ان هو هيتوفى. ولما وقع فعلا في القاعة هي كانت عارفة ومتأكدة ان هو ما اغماش عليه ولا كلام من ده، هي كانت عارفة ومتأكدة ان هو فعلا مات. فدي حاجة غريبة يا جماعة، دي حاجة غريبة ان هو يكون حاسس بالاحساس ده كله، ان هو خلاص فعلا دي اواخر الساعات اللي بيقضيها في حياته. ده احساس مرعب، يعني بالذات في عز فرحته. الشاب او البنت بيستنوا اليوم دون بفارغ الصبر، اول مرة بقى هيخشوا دنيا، اول مرة هيبقى ليهم شريك حياة، يا ترى الحياة اللي جاية هيبقى شكلها عامل ازاي، وبيبقى فيه توتر وخوف من المستقبل بس مع فرحة. لكن ده كل كلامه كان عن الموت وعن وصيته وعن انه مش هيلحق يتجوز وعن انه مش هيلحق يفرح. كلام غريب جدا، وكأنه عارف اللي هيحصل في الساعات اللي جاية. حاجة غريبة تخلي الواحد زي ما بقول لكم كده يخاف من موت الفجاء اللي ممكن يجي على ثانية، ممكن يجي واحنا بنغضب ربنا، ممكن يجي واحنا لسه ما بنصليش، ممكن يجي واحنا بنقول كلمة في ساعة عصبية، ممكن يجي واحنا بنتبلع على حد، ممكن يجي واحنا بناكل مال حرام، ممكن يجي في اي ثانية من الثواني. لذلك الشخص الذكي هو اللي يفكر في اللحظة دي، يبقى عارف ان هو ممكن بعد ثانية ممكن ما يكملش الثانية اللي بعدها. لازم يفكر كده، ما يفكرش ان هو هيعيش طول العمر. ويمكن انا بالنسبة لي لما طلعت وكبرت وعرفت ابويا الله يرحمه توفى ازاي موت الفجاء برضو، انه كان نازل كويس مفهوش حاجة خالص ورايح شغله والدنيا تمام ومش بيعاني من اي حاجة، ومرة واحدة كان بيصحح للطلبة الامتحانات وساب القلم من ايده وتوفى على كتف زميله. الموت الفجاء. طلعت خايفة جدا من الحتة دي طول عمري، ان ممكن الواحد يلهوي في ثانية كده، في ثانية طب الحق بس اتوب عن اي كلمة قلتها، الحق اتوب عن اي حاجة عملتها. الواحد مش هيلحق، الورقة لو اتشدت مش هترجع تاني. لذلك لما الواحد بيسمع حوادث زي دي او اخبار زي دي لازم يراجع حساباته، ولازم يجزم غيظه مهما كان متضايق من الانسان اللي قصاده، يجزم غيظه ويكبر دماغه ويحاسبن بقى. يعني انا شايفه ان الواحد يحاسبن وخلاص بقى على كده، يعني مش لازم يرد ومش لازم يعمل، يوكل ربنا سبحانه وتعالى في كل اموره. مش لازم يرد الاساءه بالاساءه ولا يرد على كلام البذاءات اللي هو بيسمعها دي. الواحد لازم يعيد تفكيره يا جماعه، بجد ممكن الورقه تتشد في اي لحظه واحنا مش مستعدين لده. هتقولوا لي يا رباب ما الدكاترة طلعت ووضحت، قالت ممكن يكون من الإجهاد الشديد، خصوصا ان هو كان قبليها عمال يحضر للفرح وقبلها ليلة حنة كبيرة وسهر وكلام من ده. ممكن يكون عوامل وراثية، ممكن يكون عنده حاجة في القلب، ممكن يكون بسبب السجاير، ممكن يكون بسبب منشطات أخدها قبل الفرح. في ناس كتير متداولة الموضوع ده، بس هي كلها في الآخر أسباب. يعني العلم بيجتهد عشان يعرف سبب الوفاة. هي طبعا سبب الوفاة أزمة قلبية حادة، ولكن دي الأسباب العلمية
اللي بتحاول تفسر حالة الوفاة، ولكن لكل أجل كتاب في الآخر. يعني ما هو ممكن في ناس بتسهر كتير جدا وما بيحصلهاش حاجة، في ناس بتدخن بشراهة وما بيحصلهاش حاجة، في ناس بتبقى عندهم عوامل وراثية وأمراض يعني ربنا يعافينا يا رب زي الكانسر أو حاجة زي كده، ومع ذلك بيشفوا أو بيعيشوا بيه عادي جدا. كل دي أسباب، ولكن في الآخر النتيجة اللي احنا كلنا رايحين لها هي إن احنا هنتوفى، وآخرتنا كلنا متر في متر. فالواحد بقى لا يلحق نفسه بجد والله. يعني انا واحده من الناس لما شفت الفيديوهات بتاعت العريس دي انا دموعي نزلت والله بجد. الواحد ممكن في ثانيه كده، مش بالعمر مش بالمرض مش بحاجه خالص، بس في ثانيه ممكن يكون موجود وبعد ثانيه تانية يبقى في مكان تاني خالص بيتحاسب عن كل الاعمال اللي هو لسه بيقولها. فلا، الواحد لازم هنا بقى يعمل ستوب مع نفسه ويقف. انا من الناس اللي شخصيا قررت اعمل كده، مش ناوية ارد على حد تاني يا جماعة، ربنا ينتقم منهم، حسبي الله ونعم الوكيل. فاي حد هيجيب سيرتي او سيرة امي او سيرة جوزي او سيرة ولادي او ايا كان بالباطل، ربنا ينتقم منه، حسبي الله ونعم الوكيل. ولكن الواحد فعلا ما يردش، لان ممكن يكون ده اخر رد ليه في الدنيا بقى. وساعة الغضب الواحد ما بيكونش مثلا عارف هو بيقول ايه، او ممكن يرد فعلا مش في غضب ولا بتاع بأدلة وفعلا يبين الحقيقة، بس ممكن تتكتب سيئة عند ربنا سبحانه وتعالى احنا في غنى عنها. فكفاية قوي ان الواحد يشوف شاب زي ده كان المفروض هيتزف على عروسته فيتزف على القبر، ولكن قدر الله ما شاء فعل. يمكن وفاته بالطريقة دي في وسط فرح كبير ينزل ترند، العالم كله يترحم عليه، أسوان كلها خارجة في الجنازة، اللي يعرفه واللي ما يعرفوش خارج بيعزي فيه وزعلان عشانه، الناس كلها بتدعيله بالرحمة والمغفرة. أظن الإنسان ده كان قريب جدا من ربنا، ودي حسن الخاتمة بالنسبة له، عريس في الجنة. دعوات الناس دي كلها اللي يعرفوه واللي ما يعرفوش، حزن الناس عليه كلها بالمنظر ده. الفيديوهات دي تفضل خالدة على السوشيال ميديا، الناس كل ما يعني يتداولوها يترحموا عليه، زي العريس اللي قبليه اللي كان مسافر ورجع وجهز حاجته ومش عارف ايه ومات برضو، اللي هو كان في الشرقية. الموت الفجاء كتر وبالذات للشباب. بلاش تعصي ربنا، انت مش عارف في ثانية ممكن يحصل ايه، ممكن ما تلحقش تتوب عن الذنب اللي انت عملته. ما تأجلش الصلاة، في شباب كتير بتكسل ان هي تصلي، ما تأجلهاش، لان ممكن في ثانية ما تلحقش ان انت تصلي، ما تلحقش ان انت تتوب. فالواحد لازم يراجع حساباته من الوقت للتاني، ومفيش اعظم من رهبة الموت يا جماعة. لما الواحد بيسمع ان فلان توفى وكان لسه بيرقص وبيعمل، الواحد بيبقى مش مجمع حتى نفسه، مش مجمع اعصابه للدرجات دي. يعني الموضوع اسهل من السهولة كده، يعني في ثانية كده من غير اي مقدمات. ربنا يعافينا يا رب ويحسن خاتمتنا كلنا. ويمكن الشاب ده وطريقة وفاته دي تخلي فيه كتير من الشباب اللي بيعصوا ربنا سبحانه وتعالى يرجع عن اللي هو بيعمله ويفكر في آخرته، ويفكر ان هو في ثانية ممكن ما يكونش موجود على وش الدنيا. وربنا يصبر قلب أخته، لأن هي كانت عاملة له الحاجة بتاعة الفرح، ويصبر قلب عروسته اللي دخلت المستشفى طبعا في حالة انهيار نفسي وعصبي. لأن يعني أنا متهيألي دي اتعقدت من الجواز خلاص بقية العمر. هي مدرسة اسمها ميس إيمان وهو اسمه أشرف. حتى الناس في الفرح ما كانوش مصدقين إن هو توفى، الناس عمالين يقولوا حد يجيب له مية يا جماعة، حد يرش عليه مية، حد يفوقه، قوم يا أشرف عايزين نزفك على عروستك مش نزفك على قبرك. الناس كانت في حالة ذهول غريب إن حاجة زي كده تحصل، إنه ما يلحقش حتى يدخل يقعد على الكوشة من الزفة من بره يتوفى. ده حاجة تخلي بجد أقسم بالله الواحد
مش يعيط. الواحد يعيط على نفسه، هو خلاص كده، هو شاف مقعده سواء من النار او من الجنة. الواحد ما بيزعلش على اللي توفى، الواحد بيزعل على نفسه. احنا لسه قصادنا فرصة ان احنا نصلح، لكن هل هنستغلها ولا الشيطان هيرجع يضحك علينا تاني وكام يوم وننسى انذار الموت ونرجع تاني والحياة تلهينا تاني ونرجع تاني؟ محدش عارف. الواحد بقى بيزعل هنا على نفسه. فربنا يحسن خاتمتنا كلنا يا جماعة، ويا ريت كلنا فعلا، وانا بوصي نفسي قبليكم، ان احنا كلنا نتوب عن اي ذنب احنا بنعمله، حتى لو شايفينه ان هو ذنب تافه ملوش 30 لازمة لا يذكر. نراجع نفسنا، عشان الحياة طلعت اقصر من كده بكتير بجد والله. اقصر من اننا نزعل ونغل ونحقد وندبر للي قصادنا ونفتري ونتبلى ونكذب ونعمل. مش مستاهله والله، مش مستاهله بجد. ربنا يعافينا ويرزقنا كلنا حسن الخاتمه. اشوفكم على خير يا جماعه في الفيديوهات اللي جايه، وادعوا لي دعوه حلوه كده من قلوبكم ان ربنا يهون عليا شهور الحمل الاخيره دي، عشان انا بجد استويت والله، ويخلي لي بطوط اللي عماله تكح جوه دي. واشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله.